بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مديرنا الفاضل، أساتذتنا الكرام، زملائي وزملاتي الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير وأمن، ومرحبا بكم في إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، والتي تدور حول العلم، ذلك النور الذي يضيء درب الحياة ويرتقي بالإنسان وجعله قادرا على بناء المستقبل. وخير ما نبدأ به إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم آيات من الذكر الحكيم، وتتلوها علينا الطالبة خديجة، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أما الآن فننتقل إلى كلام سيد الخلق الذي حث على طلب العلم، وتقدمه لنا الطالبة جنات، فلتتفضل مشكور. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقت يا رسول الله فيما قلت. العلم هو الوسيلة التي تمكن الإنسان من التطور والتقدم في الحياة، فمن خلاله نستطيع أن نفهم العالم من حولنا ونبتكر الحلول للمشكلات، ونسهم في تحسين حياتنا وحياة الآخرين. لقد حثنا الإسلام على طلب العلم، بل وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأكد أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن من يسعى في طريق العلم يكون في عبادة مستمرة، فلا شيء يرفع قدر الإنسان في الدنيا والآخرة مثل العلم، فهو مفتاح النجاح وباب التميز. والآن مع فقرة الحكمة والطالبات. حكمتنا اليوم أول العلم الصمت، والثانية حسن أوليات العلم الاستماع، والثالثة حفظه، والرابعة العمل به، والخامسة نشر. العلم خير من المال، العلم يحرسك، العلم هو الخير، والخوف من الجهل نشر. حكمتنا اليوم العلم ملجأ العالم، والغابة ملجأ النمر. إليكم بعض المعلومات الشيقة عن العلم، وتقدمها لنا الطالبة جانا، فلتتفضل مشكورة. هل تعلم أن العلم والعمل متلازمان، حيث أن العلم هو المصباح الذي ينير دروب الحياة، بينما العمل به وما يجعله ثابتا ويحفظه ويحقق نتائجه. هل تعلم أن أول كلمة نزلت فيها القرآن الكريم كانت اقرأ، مما يؤكد أهمية العلم والقراءة. هل تعلم أن نجاح الأمم يقاس بمستوى العلم الذي وصلت إليه؟ والآن مع كلمة اليوم تقدمها لنا الطالبة ريهام طه. العلم هو الشمس التي تشرق على العقول فتتبدد ظلام الجهل، وهو النار الذي ترتوى منه القلوب فتزهر فكرا ووعيا وإبداعا. بالعلم نحيا حياة أسمى، ونصنع مجدا أبقى، ونرسم على وجه الزمن ملامح حضارة لا تزول. العلم هو السلاح الذي لا يصدأ، والكنز الذي لا يفنى، والنور الذي لا يغبى. هو المعراج الذي يصعد به الإنسان من أرض الجهل إلى سماء المعرفة، وهو البحر الواسع كلما غصنا في أعماقه ازددنا دهشة وإعجابا.
بعطف الخالق جلاله. أيها الأحبة، العلم هو المصباح الذي يضيء دروب الحياة، وهو السلاح الذي نحارب به الجهل ونواجه به التحديات. بالعلم تبنى الحضارات وتنهض الأمم وتحقق الإنجازات. فمن أراد الرفعة فعليه بالعلم، ومن أراد التميز فعليه بالاجتهاد، ومن أراد أن يخلد اسمه في التاريخ فعليه أن يتسلح بالمعرفة وينشرها بين الناس. وليس العلم مجرد كلمات نكتبها على الورق أو دروس نحفظها لنؤدي اختبارا، بل هو فهم وتفكير وعمل، ونور في القلب قبل أن يكون في الكتب، وهو رسالة يحملها كل طالب ومعلم بإخلاص وأمانة ليصنع بها مستقبلا مشرقا له ولوطنه. أيها السادة، هل رأيتم يوما شمسا تضيء القلوب قبل أن تضيء الأرض؟ إنها شمس العلم التي إذا أشرقت على أمة أشرقت معها الحضارة ونهضت العقول وتفتحت العيون على الجمال والمعرفة. يا من تسعون نحو الحلم وتبعثون عن النور وسط الزحام، دعوني أقولها بصدق: العلم هو الطريق المجد ومفتاح النجاح وسر الحياة. انظروا حولكم، كل إنجاز في هذا العالم بدأ بفكرة، وكل فكرة ولدت من عقل أحب العلم وآمن أن المعرفة قوة. لقد قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نرفع بالعلم مكانة الإنسان، وجعل الله العلماء ورثة الأنبياء. بالعلم نحيا وبالعلم نسمو وبالعلم تبقى مصرنا الغالية دائما في القمة، فلنهتف من قلوبنا بثقة وإيمان. تحيا مصر بالعلم، تحيا مصر بالعزة، تحيا مصر إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. صدق الله العظيم. وفي الختام يطيب لي أن أتقدم وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن مدير مدرسة بني منين الإعدادية المشتركة وجميع العاملين فيها من معلمين ومعلمات وأيضا طلبة وطالبات بخالص الشكر والتقدير على حسن الاستماع. وهكذا نصل إلى ختام إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، والتي تناولنا فيه أهمية العلم ودوره في بناء الإنسان والمجتمع. ونعمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الفقرات، وندعوكم جميعا إلى السعي وراء العلم بكل جد وإصرار، لأن الأمم لا تتقدم إلا بعقول أبنائها النيرة. ونشكر كل من شارك في تقديم الإذاعة، ونتمنى لكم يوما دراسيا موفقا مليئا بالعلم والمعرفة. كانت معكم متحدثة ومقدمة للبرنامج الإذاعي الطالبة جنة أنور بالصف الثاني الإعدادي. هذا وإن كان من توفيق فمن الله، وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله بسم الله بسم الله، باسم كل شهيد سقط على أرض سيناء، باسم قطرات العرق ودماء الشهداء، باسم كل من ساهم في تقديم مصر للعناء. أخي الطالب، أختي الطالبة، حي معي هذا العلم، علم العروبة، علم مصركم الحبيبة، بترتيل النشيد مستشهدين قائلين: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية.